السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض أحلى صينية فراخ بالبصل المكرمل، بجد رهيبة. من أحلى الطرق بجد اللي ممكن تجربوا بيها الفراخ، واخدة لون حلو جدا زي ما انتوا شايفين، ومعانا كمان هنا الفراخ دايبة كده دوبان. احفظوا بقى الطريقة دي كده عندكوا علشان تعملوها في عزومات رمضان. كل سنة وانتوا طيبين. بجد مفيش أحلى من كده بقى. تعالوا على طول نشوف الطريقة، بس لو أول مرة تشوفوني، أنا أسماء شاور ودي قناتي. أول حاجة كده هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على الرسول. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. جبت بقى معايا الفراخ كده، والفراخ لازم تتنقح كويس جدا علشان تطلع اي زفارة فيها. انا نقحتها كده حوالي نص ساعة في شوية مية فيها ليمون وفيها ملح، مش اكتر من كده. بس بنزود الليمون شوية علشان يشيل معانا الزفارة. بعد كده بتاخدي الفراخ وتشطفيها كويس جدا تحت المية لحد ما تبقى فلة بالشكل ده كده. هجيب بقى كده عليها شوية ملح وفلفل اسود وشوية بهارات، وهقلبهم مع بعض بالشكل ده. هسيبهم في التتبيلة دي شوية، وتعالوا نحضر مع بعض البصل. هحتاج بعد كده معايا كمية بصل كبيرة، حوالي من 4 ل5 بصلات كبار مقطعاهم جوانح بالشكل ده كده. جبت بقى الصينية اللي انتوا شايفينها دي، حطيت فيها كده حوالي 3-4 معالق زيت ومعلقة سمنة كبيرة علشان تدينا ريحة وطعم حلوين. نزلت بقى بالبصل كده، وهنزل عليهم بمعلقتين عسل اسود. ما تستغربوش، العسل هيدينا طعم حلو جدا للفراخ. نقلب بقى البصل كده مع العسل. ايه ده، انا بقول شعر ولا ايه؟ قلبيهم كويس بقى مع بعض كده بالشكل ده. اديها بقى كده تقلبتين 3، وهننزل كمان بمعلقة سكر. زمانكم بتقولوا هي هبلة ولا ايه، هنقضيها حلويات. ما تقلقوش، هتطلع في الاخر وصفة جامدة. نزلت بمعلقة السكر وعليها معلقتين كبار من الخل، وقلب قلب يا عم الحاج. انا عايزه البصل هنا يدبل معايا، ما ياخدش لون ولا اي حاجه، يدبل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وتكرمل كويس جدا مع العسل والسكر، وبقى تحفه. هنزل بعد كده عندي فلفل اخضر، ممكن تضيفي فلفل الوان لو متوفر عندك. وكمان معايا هنا 3-4 فصوص من الثوم كمان ضفتهم، وشويه توابل اللي عندي، شويه ملح، فلفل اسود، كمون، كزبره، شويه بهارات. وقلبت بقى كله في بعضه بالشكل ده كده. هسيب بس الكلام ده مع بعضه حوالي دقيقة واحدة بس كده، وبعد كده هنقص شوية من البصل ده كده في طبق. وهكون مجهزة بقى عندي هنا بطاطس، طبعا مقطعاها بسمك يكون تخين شوية، يعني بسمك صينية البطاطس اللي انتي بتعمليها. لو مش حابة تضيفي بطاطس، ممكن تحطي الفراخ على طول على البصل من غير ما تنقصي اي حاجة من البصل في طبق وكده. جبت بقى الفراخ اللي احنا متبلينها واحطها كده فوق البطاطس بالشكل ده كده. وهنزل بقى عندي بالبصل اللي احنا شلناه في الطبق على وش الفراخ كده. بجد الطريقة دي حلوة جدا، لازم تجربوها كده واكتبولي رأيكم بقى في الكومنتات. حطيت بقى كده كل البصل عندي على وش الفراخ بالشكل ده. هكون مجهزة بقى كده عندي طماطم ضربها في الخلاط مع شوية مية، بضيفها بقى على الفراخ كده. هغطي بقى كده الصينية دي واسيبها حوالي ربع ساعة على النار كده تغلي معايا شوية، وبعد كده بدخلها الفرن. هنا الفراخ بقى بعد ما سبتها حوالي ربع ساعة على عين البوتاجاز، وطبعا كنت مغطية وشها. هاخد بقى الصينية دي كده وادخلها الفرن. طبعا الفرن بولعه من تحت بس، مش بولع الشواية خالص غير بعد الفراخ ما تستوي معايا تماما. خلاص هنا الفراخ استوت معايا، واللون اللي انتوا شايفينه ده واخداه كده من حرارة الفرن من غير ما نولع الشواية خالص. طبعا لسه عايزة تاخد لون سنة كمان كده علشان يبقى لونها حلو. انا باخد من الصوص اللي طالع على الوش ده وادهن كده وش الفراخ زي ما انتوا شايفين بالفرشة كده. هولع بقى كده الشواية علشان وشها يحمر ويبقى بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. شايفين بقى كده البصل المتكرمل معانا تحفة، ولا البطاطس رهيبة بجد. ايه الفراخ بقى كده حكاية دايبة كده دوبان. جربوها بقى كده علشان بجد تستاهل التجربة. لحد هنا انا خلصت الفيديو، يا رب اكون فدتكم بأي حاجة. استنوني الفيديو الجاي، استنوني في فيديوهات كتير حلوة. واسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.